هذاك اللي ظلمك قهرك خلاك تبكي في الليل، ترقد وقلبك تحسه راح يترتق، تحس النار شعلة هنا في صدرك. هذاك الانسان بالذات اللي جا في بالك دوكا انعم ما هو. راك تتعامل مع ربي سبحانه، وربي سبحانه اسمه العادل، واسمه العادل. اذا اطمئن، كل ساق سيسقى بما سقى. واحنا وش نقولوا؟ الدنيا دار، الدنيا دوار، دونك خليها على ربي سبحانه وكمل حياتك. علاش نقلقوا نيأسوا نقنطوا من رحمة ربي سبحانه، وهي كل أمور الحياة اللي رانا مقلقين رحنا على جالهم بين يديه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذاك الهم اللي راهم ثقلك على قلبك فرجته هذاك المرض اللي راه فشلك ومعيك دواه بين يديه. هذاك الدين اللي راه مكسر لك ظهرك قضاء بين يديه. كل حاجة بين يدي ربي سبحانه. بين كن فيكون. متكلفوش نفوسكم فوق طاقتها بزاف. إذن وكلوا كل أموركم لربي سبحانه. ربي جامي يخلينا وحدنا، ربي جامي يخيب ظننا فيه، ربي جامي راح يخليكم. صدقوني ديروا ثقة فيه، وكما قلت لكم ما تقلقوش روحكم، ربي يفرج إن شاء الله همومنا وهمومكم كامل. أما عن مظاهرنا وصورنا فنحن لم نختر ذلك، ولحكمة كونية منح كل أحد منا نصيبه من الجمال. لكن تذكروا دائما أننا لسنا تلك الملامح ولا تلك الأجساد، نحن الشعور الذي نتركه في الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد والحقيقي. وسينسى كل شيء إلا ذلك الأثر الجميل الذي تركته في أحدهم يوما ما. واحدة من أكثر الجمل التي أؤمن بها كثيرا وأطمئن بها هي جملة وعلى نياتكم ترزقون. أحب كثيرا هذه الجملة، فعندما تكون نقيا من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لا تحتسب. يحبك الناس من دون سبب، تأتيك مطالبك حتى دون أن تنطق بها. صاحب النية الطيبة هو الذي يتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تنقص من سعادتك. دائما كن الشخص الذي يمتلك النية الطيبة. اللهم إنا نسألك سلامة القلب.